رأي حر. استاذ مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصل هاتفيا وقال انه بيرحب بالنادي الاهلي للتدريب داخل جدران نادي الزمالك، وانه يتحمل بنفسه مسؤوليه حمايه لاعبي النادي الاهلي اثناء ادائهم المران. معايا الزميل شريف جمعه الشهير بشريف تخاطيف. مساء الخير يا شريف. مساء الخير يا كابتن شوبير. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. تحياتي ليك وتحياتي لاعداد حضرتك ولكل اسره البرنامج. اتفضل يا شريف. كابتن شوبير انا هتكلم في نقطتين. معلش واسمح لي حضرتك اديني وقتي سريع. لا هتجري معايا عشان الدكتور محمد فضل منتظر من بس نقطتين لازم هعلق عليهم يا كابتن شوبير. اول نقطه اسمح لي حضرتك اعلق على الرساله اللي بعتها لحضرتك المستشار مرتضى منصور، انه بيستقبل لعيبه النادي الاهلي في الزمالك في نادي الزمالك وانه قادر انه يحميهم. معلش يا كابتن شوبير، وهو المستشار مرتضى منصور عمل ايه قبل كده عندما اعتدى عليه جماهير الوايت نايتس الالتراس امام بوابه نادي الزمالك وضربوه وقذفوه بالبول؟ لا بص يا شريف هقول لك انا. المستشار مرتضى رفع قضيه، والمستشار مرتضى دور على حقه، المستشار مرتضى منعهم من دخول النادي، مستشار مرتضى وفر الامن والحمايه للاعيبته، مستشار مرتضى منع المباريات اللي بتتلعب فيها هذه الجماهير وسحب فرقه من مباريات الناشئين، وفي النهايه الان الزمالك يتدرب بحريه كامله وبيلعب بحريه كامله وماشي بشكل جيد. شريف يا كابتن اكمل بس نقطتي مع حضرتك، انت بتقاطعني معلش اكمل نقطتي بعد. لا بس اصل لازم دي ارد عليك فيها يا شريف. خلاص حضرتك رديت عليا. لا انا بقول لحضرتك في ما قدرش سياده المستشار يعمل كنترول حتى على لعيبته وهي خارجه بتحتفل معاهم وبتقف على سور النادي وبيغنوا معاهم الوايت نايتس. حضرتك جماهير النادي الزمالك عانى منه وما زال يعاني منه، امبارح 4000 مشجع في نادي الزمالك. فبقول لسياده المستشار حضرتك اتحكم في الوايت نايتس الاول، والنادي الاهلي وجمهوره 60 مليون قادرين ان هم يحموا لعبتهم واحنا مش محتاجين. طيب عموما انا مختلف معاك في النقطه